يا أهلا وسهلا، نورتوا القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وعافية. واليوم إن شاء الله غنشارك معكم الوصفة المعتمدة عندي لتحضير الشوسون أو السوفلي. عجينة اللي رائعة، قطنية وخفيفة بزاف، وحشوة الطون لذيذة كتجي أكثر من رائعة. كنتمنى فيديو اليوم ينال إعجابكم. إلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، وإذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا قناتي فمرحبا بكم وألف مرحبا. ما تنسوش ديروا معكم اشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم بزاف، نخليكم مع الوصفة وطريقة التحضير. وعلى بركة الله، اول حاجه غادي نبداو بتحضير العجين. غادي ناخذ واحد الاناء ندير فيه نص كيلو ديال الطحين. غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، معلقه صغيره ديال الخميره اولا البيكينغ باودر. غادي نزيدو كذلك معلقه كبيره ديال السكر ونخلط هاد النواشف مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا زيت عاديه. غادي نرمل مزيان هاد الطحين مع الزيت حتى كيترمل. من بعد غادي نجمع بالحليب اللي عندي دافي. تقريبا الحليب غادي نحتاجو 2 كيسان حتى 2 كيسان وربع على حسب الدقيق نتوما اللي عندكم. غادي نبقى نزيد الحليب وانا كنجمع داك العجينه ديالي حتى كتجمع لنا، وكنحصلوا على عجينه اللي كتكون لينه. غادي ناخدها نديرها فوق سطح العمل، ما غاديش ندلكوها بزاف، ما كتحتاجش نهائيا الدلك. فقط غادي غير نخدمها هكا واحد شويه، نحس بان داك المكونات صافي راه تداخلوا مع بعضياتهم. مباشره كناخدها وكنزيد عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون من درجه حراره المطبخ. غادي نحاول ندخل مزيان داك المعلقه ديال الزبده في داك العجينه، هكا كنخدمها وكندخل فيها داك المعلقه ديال الزبده حتى صافي كتجانسنا مع العجينه، وكنحصلوا على عجينه اللي هي لينه ومجموعه لنا. الزبده الدور ديالها انك تخلي هاد العجينه هادي رطيبه بزاف، كتعطيها واحد الرطوبه. على داكشي كنزيدوها في الاخير باش كتجي هاد العجينه هادي رطيبه ومفشفشه، وفي نفس الوقت كتجي بنينه في الفم. صافي انا جمعت العجينه، غادي ناخدها ونديرها في الاناء ونخليوها حتى كترتاح. ومن طبيعة الحال ما كنساوش اننا نغطيو ديك العجينه هكا بالبلاستيك الغذائي باش ما كتنشفناش من الفوق. صافي غادي نخليها ترتاح على راحتها. ناخذ واحد الطنجره وغادي نديرو فيها شويه ديال زيت بلديه، ممكن تستعملوا روميه الا بغيتو. غادي ناخذ هنايا واحد 3 ديال البصيلات، غادي نقطعهم رقاق. انا كنتكتكوهم يا اما بالموس يا اما دوزوهم في الهاشوار. صافي كنديرهم هكا في داك الطنجره، كنديو نجيب في داك البصيلات حتى كيطيحوا. من بعد كنزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، هادو هما التوابل اللي غادي نستعملو في هاد الحشوه هادي. صافي كنبداو كنقليو في داك البصيله هكا حتى كتعسل وكتاخد هاد اللون هذا كراميليزي. ومن بعد غادي نزيدو لها صوص طوماط. هنايا داك صلصه الطماطم غادي ديروا تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال المعالق كبارين ديال صوص طوماط. صافي كنزول الطنجره هكا من على النار، وغادي نزيد عليها كميه ديال الطون تقريبا. غادي يكونوا شي 4 ديال العلب ديال الطون، يعني على حسب الكميه. فانا كنعطيكم هنا كميه تبارك الله. نص كيلو ديال الطحين راه تيخرج لكم تقريبا 27 حبه ديال لي شوسون. صافي غادي نحرك مزيان هكا، كنفرتت مزيان داك الطون مع البصيله مع مطيشه. صافي وغادي نزيدو كميه ديال البيض مسلوق. هنا عندي انا 4 ديال البيضات سلقتهم وقطعتهم هكا في الهاشوار، ممكن تحكم في الحكاكه الجهه الغليظه. كنزيد كذلك المعدنوس هكا واحد الحفينه ديال المعدنوس. صافي وتنحرك، وهذه هي الحشوه ديالنا باش غادي نعمرو لي شوسون. الا بغيتو تزيدوا زيتون مقطع خضر زيدوه، كيجي بنين وكيزيد اللذه لهاد لي شوسون هادو. انا ما كانش عندي ما درتوش، نورمالمون تنزيدو. صافي غير كنسالي التوجد ديال الحشوه، كنكبها هكا فواحد الغطير باش كتبرد لنا. مباشره كناخذ العجينه وكنبدا كنخدم فيها. يعني ماشي بالضروره هاد العجينه هادي كتخمر، لا، فقط اننا نخليوها غير كترتاح بين مسالينا التوجد ديال الحشوه، وتعطينا هكا الطوع باش حتى كنطلقوها. صافي كناخذوها مباشره، كنرشو داك سطح العمل هكا بشويه ديال الطحين باش ما كتلصقناش. صافي وكنطلقوا العجينه ديالنا بسمك اللي تيكون رقيق، باش من فاش كيطيبوا هاد لي شوسون هادو كتبغيو تاكلوهم ما كيجيوش عامرين هكا باللبابه وثقالين، يعني كيجيو عامرين بالحشوه. وداك العجينه كتجي رقيقه وكتجي مزيونه صراحه. صافي كناخذ هنايا واحد القطعه هكا دائريه وتنبدا كنقطع بهذا الشكل هذا، كنقطع العجينه كامله. صافي وهذا الشيء اللي شاط، هاد القطع هذا ديال العجينه غادي ناخذو ونعاود نجمعو ونديرو في واحد البلاستيك ونخليه كيرتاح باش عاوتاني من بعد نعاود نخدم به.
هنايا غادي ناخد الحشوة، مثلا غادي ندير في كل دائرة ولا في كل قطعة ديال العجين غادي ندير تقريبا معلقة كبيرة ديال الحشوة. معلقة كبيرة تكون وافية شي شوية، ما نعمرهمش عاوتاني اكثر من القياس، باش في الوقيته فاش كيكونوا كيطيبوا في الفران ما يتحلوا لكمش وكتخرج داك الحشوة. باش غادي نشدهم غادي ندهن هكا بشويه ديال صفار البيض اللي كنتخلطو مع واحد النقيطه ديال الخل وشويه ديال الحليب، يعني غير قطرات ديال الحليب صافي. وكندهن هكا داك الجنيب ديال هاد لي شوسون هادو بداك الخليط ديال البيض، وكنشد عليهم مزيان. هنا ضروري نتاكدوا من انهم مشدودين مزيان. في الاول كنضغط هكا غير باطراف الاصابع، من بعد كناخد هكا واحد الفرشيطه وكنبقى كنتكهم مزيان مزيان بحال باش بحال كيتسبريساو، يعني ملي كيدخلوا للفران ما تيتحلوا لكمش وكيجيو هكا حتى الشكل ديالهم تيجي زوين وجميل. فصافي هكا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي ديال هاد الفطائر هادو. من بعد ما كنسالي التشكيل ديال هاد لي شوسون هادو كاملين كناخدهم مباشره كنديرهم في الطبسيل ديال الفران اللي درت فيه البابي سولفوريزي، اولا ممكن ندهنوه غير بزويته. غير المهم كنتفاداو اننا داك لي شوسون ديالنا ما كيلصقوش. كناخدهم وكندهنهم بالبيض اللي كنت حضرت من قبل، كنحاول ندهنهم مزيان من الفوق من الجنيبات، وكنزينو هنايا باي حاجه بغيتوها. ممكن ديروا هكا جنجلان كيف ما درت انا، ممكن ديروا زرارم، ممكن ديروا حبه سودا، ممكن ديروا بافو، ممكن تخليهم غير هكا كيجي شكلهم جميل حتى هو. صافي وغادي ندخلوهم للفران اللي مسخناه من قبل على درجه حراره 190 درجه. النار كتكون من التحت ومن الفوق. كندخلوهم حتى كتشوفوهم تحمروا طابوا خداو داك اللوين الذهبي الزوين. صافي تنخرجوهم كنقدموهم بالصحه والراحه. كيجيو خفافين بنان بزاف، عجينه اللي كتجي رائعه جدا تستحق انكم تجربوها. والحشوه كذلك كتجي بنينه بزاف، ما كانش اللي غادي ياكل هاد لي شوسون هادو وما يشكركمش عليهم ولا يطلب المقادير ديالهم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال اعجابكم. نتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.